يا صباح الفل يا شبابنا، عاملين ايه؟ طبعا كالعاده كل يوم الصبح بروح اشرب القهوه بتاعتي، فقلت طب ليه ما نعملش فيديو ونوريكم الطلاينه بيفطروا ايه. يلا بينا. طبعا هنعدي كده اي كلام، فلازم نخلي بالنا وهنشرب قهوتنا. فهوريكم بقى الفطار، الطلاينه هنا بيفطروا ايه. طبعا ما ينفعش اجيب ناس خالص. افتح يا سمسم بطل. كافي ماكياتو. بص بس ده الفطار بتاع طلاينة في دلوقتي. فده الفطار بتاعهم، بص بيطلعوا يفطروا. ده هنا اسمه فطار. طبعا طلاينة بيشربوا يا قهوة يا إما كابوتشينو، ولكن الفكرة كلها في بياكلوا معاها كمان. بص أنا معرفش اسمه ايه في مصر، تقريبا مش عارف كرواسون ولا ايه، ولكن هنا اسمه بريوش. فتعالى بقى نشوف انا جبت ايه. واللي انتوا هتشوفوه ده هو ده الفطار الايطالي. طبعا بقى هو ده الفطار، قهوة والبروشيه اللي بقول لكم عليه. ايه دي البروشيه اللي بقول لكم عليه؟ فدي البروشيه ودي القهوة. عندنا مثلا في مصر حاطين لك يقول لك عايز كام معلقه سكر والكلام ده، لا. هنا ده السكر، ده السكر محطوط كده. ده سكر القصب، وده السكر الابيض. وطبعا لو انت محتاج مثلا سكر ستيفيا او تحلي بعسل مثلا في اي مشروب، فانت بتطلب من الراجل واقف على البار او اللي واقف على البنك يعني، ده بتطلب منه سكر ستيفيا او بتطلب منه عسل للتحليه. وطبعا دي المناديل. بصوا يا شباب، المناديل دي مش زي بتاعتنا بتاعت مصر القماش، دي تحسها بلاستيك اكياس، ما تفهمش هو ايه ده، ولكن يعني بتقضي الغرض في الاخر، فاهم؟ بس هو ده الفطار الايطالي الاصيل. طبعا بقى بالنسبه لي الفطار ده مشكله. ليه بقى؟ انا بالنسبه لي انا كل يوم بشرب القهوه عادي جدا، وبشرب القهوه من غير سكر، ولكن انا مشكلتي في بقى في دي. مشكلتي انا في دي، في البريشايه دي. ليه بقى؟ انا اصلا معدتي تعبانه، ولما باكل من البريش ده بيكون يوم مش لطيف خالص، فاهم؟ بتتعب لي معدتي اكتر، وبحس ان انا تعبان، نفسي بيتقل ساعات، فانا اصلا ما باكلهاش. ولكن انا اضطريت اجيبها عشان خاطر عيونكم انتوا واوريكم الفطار الايطالي. هي حشوها من جوه ده على فكره جبنه اسمها جبنه ريكوتا. طبعا بقى صديقي ده الفطار الايطالي ممكن يجيب قهوه او كابوتشينو ومعها البريشاه دي، وده فطاره. طبعا الايطالي بيفطر ازاي؟ الايطالي الطقوس بتاعت الطلاينه اولا في الفطار يبقى واقف هناك قدام الراجل بتاع البار او الراجل اللي هيعمل له القهوه، يقول له اديني قهوه او كابوتشينو واديني بريشايه، ويفطر وهو واقف 90 ثانيه ولا 60 ثانيه، وبياخد بعضه وتلاقيه اختفى من المكان نهائي، يطلع يجري يروح شغله. طبعا عايزك تسامحني على الصوت لان المكان دوشه جدا، اغاني شغاله، معرفش الصوت هيبقى طالع عامل ازاي. اغاني شغاله، في دوشه، في ناس بتتكلم حواليا وبتاع، وناس قاعده بتاكل برضه بتفطر، ولكن معرفش الصوت عامل ازاي، فسامحني على الصوت. طبعا بقى مش هنقوم نسيب الحاجه بتاعتنا كده ونمشي، فاهم؟ فمن الاداب يعني ان انت بعد ما تخلص تشيل حاجتك. طبعا بص المنظر عامل ازاي، بص ده المنظر. طبعا الحاجات دي لازم تنضف دلوقتي. ناس كتيره جدا بتسيب المنظر ده مطرحها، وبتسيب مكان القهوه او الاطباق او اي حاجه استخدموها وبيسيبوها ويمشي كده، والراجل اللي شغال في المكان هو لازم يجي ينضف وراهم. لكن طبعا انا ما بحبش كده، فانا عندي دي طبيعه فيا، انا راح جايب المنديل، فاهم؟ وابتدي انضف مكاني. هتقول لي يا عم هم واخدين فلوس وبتاع وبياخدوا فلوس، هم بياخدوا فلوس كمان. الحاجه اللي انت اكلتها وشربتها هم مش ملزمين ينضفوا ورا حضرتك، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا حتى اطفالي معودهم على كده، ان انا اطفالي لما باخدهم في مكان مثلا الصبح يفطروا، طبعا ما بتحصلش غير كل 100 سنه مره، ولكن انا دايما معودهم
خلص فطارك وقعدت حاجه على الترابيزه، انت تلم مطرحك. فهم بيروحوا عاملين زي بالظبط، جايبين المنديل ويحطوا الطبق تحت الترابيزه، ويبتدوا يعني بيحطوا الطبق تحت الترابيزه بحيث ان لما تيجي تنظف الحاجه تنزل، ما تنزلش على الارض، تنزل على الطبق اللي انت استخدمته. وكمان بقى تعالى اما اوريكم الفطار ده هيكلفنا هنا كام. يعني الفطار هنا في مدينه ميلانو الايطاليه هيكلفنا كام، فتعالى نشوف الفطار هيكلفنا كام. يلا بينا. طبعا ارجع الكرسي بتاعي مكانه، اخد الحاجه اللي انا استخدمتها، اروح اوديها مكانها. طبعا بقى تعالوا نشوف هندفع كام. تشاو. un caffè macchiato? Sì. بريوش ريكوتا. 320. تعالى بقى يا سيدي اقول لك دفعت كام في الفطار ده. القهوه و البريوشايه اللي هي بالجبنه الريكوتا. طبعا الفطار ده كلفني كام؟ الفطار ده كلفني 3 يورو و20 سنت. 3 يورو و20 سنت ده تمن الفطار هنا. فانت بتفطر، ده الفطار الايطالي. ما عندهمش هنا بقى يقوموا الصبح يضربوا فول وطعميه زي عندنا، لا، ده الفطار الايطالي، قهوه وحاجه ياكلوها على السريع زي البريوشاه والحاجات دي، وياخدوا بعضهم ويجروا وهم واقفين، ما بيقعدوش زي ما احنا قعدنا النهارده. فانا بقى عايزك تكتب لي في الكومنتات، هل ده فطار لناس نازله تشتغل بجد ولا مجرد شو وعرض وخلاص؟ اكتب لي في الكومنتات انت شايف ايه. اشوفكم على خير، سلام.